لو انت مهندس يبقى الفيديو ده ليك. اي مهندس فينا لازم يبقى فاهم يعني ايه عقد. العقد ده تفاصيله ايه، المشروع ده احنا لينا فيه ايه وعلينا فيه ايه. كل الحاجات دي بتفيدك اثناء المشروع، خصوصا لو انت مدير مشروع او انت حد متخصص في المكتب الفني او موجود حتى في الموقع. لازم تبقى عارف ايه الحقوق اللي ليك وايه الحقوق اللي عليك. مهم جدا يا جماعه في المشاريع الانشائيه ان احنا نبقى دوكيومنتد، ان احنا نبقى عارفين كل تفصيله في العقد، حقوقنا في العقد ايه. مهم جدا كمان للناس اللي في الباك اوفيس ان انت قبل ما تمضي العقد، عشان ما تسوحش الناس اللي في المواقع دي، انك تقرا العقد كويس، تقرا تفاصيله، ايه الشروط اللي ممكن تبقى تضر الشركه دي قبل ما تمضي على العقد. لان كل الكلام ده هو اللي بيعمل لنا مشاكل في العقود الانشائيه بعد كده، وبيدخلنا في نزاعات وبيدخلنا في خلافات وبيدخلنا في مشاكل كتير. فنصيحه مني كويس قوي، اي حد في اي مرحله من المراحل المشاريع، من البروجكت لايف سايكل، من اول ما بنبقى في التندر لحد ما نهايه المشروع، لازم حضرتك تقرا التعاقد كويس جدا جدا وتعرف تفصيلته. لو عجبك الفيديو شيره واعمل لايك، وخش على قناتنا على اليوتيوب واتفرج على فيديوهات عن معلومات هندسية أكتر.